الفيديو ده مهم جدا علشان خاطر انا في الفيديو ده هعلمك ازاي تعمل سوفت وير بنفسك. كل اللي عليك بس اللي انت لازم يكون معاك لابتوب او يكون معاك بي سي كمبيوتر عادي. في الفيديو ده هتعرف ازاي هتعمل سوفت وير بنفسك لو انت نسيت الباسورد بالشكل ده، او لو انت عاوز تعمل ابديت من غير الحاجة ما تتمسح، او كمان لو انت عاوز تعلي نسبة البطارية. لو نسبة البطارية على الموبايل مثلا 79 وهي مثلا على 3 تولز 81، ازاي تخلي نفس نسبة البطارية اللي هنا في الموبايل هي نفس نسبة البطارية اللي ظاهرة عندك هنا على 3 تولز. تابع الفيديو ده عشان الفيديو ده مهم جدا وهيفيدك، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان خاطر الفيديو ده يوصلك. معانا هنا الموبايل ايفون اكس اس ماكس. العميل طبعا دخل الباسورد كذا مرة غلط لان هو مش فاكر الباسورد، واحنا هنا طبعا خلاص مهما حصل احنا هنا مش عارفين اللي احنا نفتح الباسورد. اول حاجة حضرتك لازم تبقى عارفها اللي انت لازم يكون عندك برنامج الثري تولز ده على اللاب او يكون عندك على الكمبيوتر. تمام، برنامج الثري تولز زي ما هو واضح قدامكم كده. هتقوم جايب الكابل بتاعك وموصل الموبايل فيه. طبعا الجهاز زي ما انت شايف كده مفتوح، فانت لازم تدخله وضع اسمه الريكفري مود علشان تعرف ان الجهاز يقرا معاك هنا على ستريتولز. هتدوس دوسة سريعة على الزرار اللي بيعلي، دوسة سريعة على الزرار اللي بيوطي، وبعد كده تفضل دايس على زرار الباور. بص كده اهو معايا، واحد اتنين تلاتة. تفضل دايس على زرار الباور، ما تشيلش ايدك من على زرار الباور لحد لما يجيب ابل ويراستر وتلاقيه جاب لك هنا كده على الثري تولز بالشكل ده. هتشوف كده دلوقتي اهو بالشكل ده. هو كده هنا معاك خلاص. دخلت الموبايل وضع اسمه وضع الريكفري، ريكفري مود، او وضع الريكفري مود. علشان خاطر تعرف تخلي الموبايل يخش على الوضع الريكفري ده، دوسة بسيطة بسرعة جدا على زرار اللي بيعلي، ومرة على الزرار اللي بيوطي، ومرة على زرار الباور بصباعك. تفضل دايس عليه بشكل مستمر لحد لما يخش معاك على الوضع ده. طبعا عندك هنا ريكفري مود، ده اكزيت ريكفري مود لو انت عاوز تخرج من الوضع بتاع الريكفري وتخلي الموبايل يبقى شغال. وعندك هنا جو فلاش، وهنا طبعا بيجيب لك بيانات الموبايل الاكس اس ماكس، ويجيب لك تفاصيله، وبيجيب لك كل حاجه السيريال وكل حاجه خاصه بيه. انت بتدوس هنا جو فلاش زي ما انت شايف كده، بيظهر عندك كل الاي او اس او كل التحديثات المتاحه للموبايل. احنا هنا معانا ايفون اكس اس ماكس، فهنا معانا الابديت بتاعه اللي موجود 18.7.1 زي ما انت شايف كده قدامك بالظبط. طيب هندوس، المفروض انا هنا محملها، لو هي مش متحمله هتلاقي عندك هنا كلمه اسمها داونلود، بتدوس عليها بتلاقيها بتتحمل معاك هنا. بتجيبها من هنا بتدوس على السهم ده بتلاقيها ظهرت معاك هنا بالشكل ده. تمام. في عندك هنا تحت كذا خيار موجود قدامك، احنا هنركز مع بعض على اول اتنين. اول اتنين بالشكل ده زي ما انت شايف، اول اتنين بالشكل ده زي ما انت شايف ريتيرن يوزر داتا. ريتيرن يوزر داتا لو انت محتاج تعمل ابديت للموبايل، لو انت محتاج تعمل ابديت للموبايل من غير ما الداتا بتاعت الموبايل تتمسح، من غير ما الداتا بتاعت الموبايل تتمسح. طيب انت فاكر الباسورد، بيحصل كتير قوي. انت فاكر الباسورد ولكن عندك مثلا حد او طفل دخل الباسورد كذا مرة غلط، او كان بيلعب بالموبايل لحد لما ما جابش عدد ساعات، لحد لما جاب لك ايفون ديسيبل. ايفون ديسيبل ده يعني لازم ياخد سوفت وير. في الحالة دي انت مش هتديله سوفت وير، انت هتدوس هنا على ريتيرن يوزر داتا كأنك بتعمل له ابديت. حتى لو هو واخد نفس الفيرجن اللي موجود، هو نفس الفيرجن اللي هنا، مفيش مشكله. هتدوس ريتيرن يوزر داتا كانك بتعمل ابديت علشان الحاجه ما تتمسحش. وكده كده انت فاكر الباسورد، فمجرد ما بتدوس ريتيرن يوزر داتا وبتدوس هنا على فلاش، ساعتها الموبايل بيتعمل ريتيرن يوزر داتا. بتدوس هنا كده اهو فلاش،
هيظهر لك القايمه دي. لو انت واخد بالك هنا مفيش حاجه ينفع تعلم عليها، وهتدوس فلاش، كده انت بتعمل الموبايل ابديت. لو انت فاكر الباسورد بيجيب لك بقى لما الموبايل بياخد الابديت كامل وبيفتح، بيقول لك هنا بقى بعد مثلا 12 ساعة، بعد 48 ساعة، على حسب المدة اللي بيديها لك الموبايل. ساعتها انت بتدخل الباسورد اللي انت عارفه بتاع الجهاز، الموبايل بيبقى فتح، وبالطريقة دي بيبقى فتح من غير ما الداتا الشخصية بتاعتك تروح. طيب انت هنا دلوقتي محتاج اللي انت تعمل سوفت وير كامل. الحالة اللي معانا دي هنعمل لها سوفت وير كامل، لان العميل نسي الباسورد بشكل كامل ومش قادر اللي هو يفتكر الباسورد. فانت في الحالة دي مش هينفع نعمل ريتيرن يوزر داتا، هنعمل كويك فلاش. فانت هنا بتختار كويك فلاش علشان نعمل سوفت وير كامل. سوفت وير كامل علشان خاطر العميل ناسي هنا الباسورد بشكل تام، فمش هينفع نعمل ريتيرن يوزر داتا. وفي نفس الوقت دي لما بتختار كويك فلاش مود، فانت كده كل حاجة على الموبايل بتتمسح وكل حاجة على الموبايل بتروح. مجرد ما بتدوس هنا كويك فلاش مود، بتدوس هنا على كلمة فلاش. لما بتدوس هنا على كلمة فلاش بيفتح لك الصفحة دي. مجرد ما تتفتح لك الصفحه دي بيجيب لك هنا اهو باك اب. نو، مش هينفع ان انت تعمل باك اب. تمام. بيجيب لك هنا بقى حاجه اسمها فيكس بيتري هيلث. قادر اللي انت هنا ايه تعلم عليه. لو انت خدت بالك، لو احنا هنا كنا في الريتيرن يوزر داتا، هنا العلامة هنا مخفية. ليه؟ لان انت هنا بتعمل ابديت، فبالتالي هتبقى كل حاجة في الجهاز زي ما هي، سواء صحة البطارية او سواء الداتا، كل حاجة هتبقى زي ما هي. طب احنا هنا هنعمل السوفت اهو، هنعمل فلاش. يعني ايه فيكس بيتري هيلث؟ فيكس بيتري هيلث دي الحالة اللي انا كنت بقول لك عليها. هنا لو الموبايل بتاعك نسبة البطارية 79 أو 78، وعلى الثري تولز هنا نسبة البطارية 81 أو 82، ففي الحالة دي أنت هنا بتدوس فيكس بيتري هيلث وبتدوس فلاش علشان خاطر تلاقي في الآخر نسبة البطارية اللي على الموبايل هي نفس نسبة البطارية اللي على السيريتلز. فبالطريقة دي انت عليت نسبة البطارية، بدل 79 خليتها 82، نفس النسبة اللي على السيريتلز. طيب احنا هنا معانا الموبايل ده نفس النسبة اللي على السيريتلز هي نفس النسبة اللي على الموبايل، فاحنا مش هنعلم على فيكس بيتري هيلث، وهنعلم على فلاش. كده الموبايل بدأ اللي هو ياخد سوفت وير، وبيقول لك هنا كده المدة الزمنية اللي الموبايل محتاج يخلص فيها السوفت وير. وبتلاقي بص الجهاز اهو بيبدأ بقى ياخد السوفت وير كامل. ما ينفعش اللي انت تفصل الكابل خالص، ولا ينفع اللي انت تهز الموبايل بأي شكل من الأشكال. هنخلي الموبايل كده معانا على جنب بالشكل ده. تمام. وهنسيب الموبايل ياخد سوفت وير كامل لحد لما يخلص السوفت وير، وانا مش هفصله علشان نشوفه بعد لما هياخد السوفت وير كامل هنعيد فتح التليفون ازاي. نكمل مع بعض ونتابع مع بعض. كده السوفت وير خلص لحد الاخر، وهنا هو الجهاز اهو جايب ابل وهيفتح معانا دلوقتي. هنشوف مع بعض خطوات الجهاز وهو بيفتح واحنا بنعدي الخطوات مع بعض. طبعا هنا قال لك هو كونجراتوليشن كلين فلاش كومبليت، يعني السوفت وير كده خلص تمام، مفيش اي مشاكل، مفيش اي عقبة حصلت معانا واحنا بنديله السوفت وير. انت بس كل اللي عليك هتفضل سايبه في الكابل كده عادي، مفيش مشكله، مش لازم تشيله. يعني انت لو شيلته برضه مش هيحصل مشكله، بس انا عن نفسي بحب ان انا ايه ابقى سايبه كده. انا بدوس اوكي وببقى سايبه كده لحد ايه لما يخلص خالص ويفتح. وبعد كده هتخش هنا بقى على اي ديفايس اول واحده، عشان خاطر انت كده كده موصله ب بالثري تولز. هتشوفوا هنا دلوقتي بيانات الجهاز في الواجهه الرئيسيه.
طبعا انا هبقى اشرح بعد كده الثري تولز ده بالكامل، وهنعمل فيديو عنه ازاي تنقل الداتا بتاعتك، ازاي تستقبل داتا، تعمل داتا، تنقل فيديو، تستقبل فيديو، تعمل رينج، ازاي تعمل حاجات كتير. لان انت اي حد مع ايفون ما بيستخدمش غير الثري تولز. طبعا في ناس بتستخدم الايتونز، ولكن الايتونز بيبقى استخدامه اصعب او اتقل شوية من الثري تولز. الناس طبعا كلها لازم تبقى عارفة ان الثري تولز ده لازم يكون عندك، عشان حبيت تعمل تشيك على اي حاجة. فاحنا هنشوف مع بعض بس ايه الخطوات دي، وهنعمل بعد كده فيديو تاني عن اي حاجة تخص الثري تولز. احنا مستنيين بس الجهاز يفتح عشان ايه نأكتف الجهاز. في الحالة دي بقى انا هوريكم حاجة سهلة جدا ممكن نأكتف الجهاز بيها عن طريق الثري تولز، وممكن نأكتفه من الموبايل، اللي انا اختار بقى اللغة والبلد والكلام ده كله. خلينا بس ايه مع بعض. الموبايل فتح معانا اهو، ولكن طبعا ده اكونت الاي كلاود الخاص بالعميل. انت طبعا المفروض بتختار اللغة، وبتختار البلد اللي انت فيها، وبعد كده بتختار الواي فاي، بدخل الواي فاي، وبعد كده بتدخل الاكونت الاي كلاود والباسورد، وتلاقي الجهاز فتح معاك. طيب دي الطريقة اللي انت بتعملها من على الموبايل. تمام. في طريقة تاني اسهل من كده. شايف هنا كلمة اكتيفيت؟ تمام. اهي زوم لكم عليها. بتدوس على اكتف، هنا بيقول لك نو. بتدوس انت على كلمة اكتف دي كأنك بتاكتف الجهاز، بس هي ايه بدوسة زرار. بدل ما بتم كل الخطوات دي، بتاكتف الجهاز هنا من على الكمبيوتر. تمام. هنا هيطلب منك مجرد ما تدخل اكونت الاي كلاود والباسورد، هتدوس ليجن، هتلاقي الموبايل فتح معاك. خلاص. طبعا يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو، واللي محتاج اي سؤال يسأل. طبعا احنا كده خلاص خلصنا السوفت وير، ولكن اكونت الاي كلاود والباسورد دي حاجات شخصية احنا مش بنبقى محتاجينها. احنا بنقول للعميل هو اللي ياخد الموبايل يدخل هو اكونت الاي كلاود والباسورد بنفسه. السلام عليكم.